Libérez Adlen. 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 الحرية Adlen. ليبيري 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 Adlen. الحرية صحافة ليبيري لا بريس الحرية صحافة. ليبيري La presse. 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 الحرية صحافة. Continuez la marche. Libérez la presse. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. الحرية صحافة. صح ليبيري Adlen. الحرية Adlen. 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 ليبيري Adlen. الحرية La presse. ليبيري La presse. الحرية صحافة. 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 ليبيري La presse. ليبيري Adlen. الحرية Adlen. 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 Solidarité. La presse, liberté, 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 solidarité. La presse,
liberté, solidarité. La presse, Liberté, solidarité. la presse. La presse. En danger. صحافة. في خطر. 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 خلاف جاي كاميرا لك روح لك روح دايره ما تخافش السلام عليكم، صباح الخير وبارك الله فيكم على تلبية النداء. هذه الوقفة من ناحية الشك والمضمون وقفة رمزية. أولا لإعادة بعث حس التضامن ما بين الصحفيين والزملاء، لأنه التفريقات تاعنا هي سبب هذه المصائب اللي عشناها في 2018، واختيارنا لمقر دار الصحافة لعدة أسباب. لأنه كل مرة تعرفوا باللي يوجهونا واحد التهم ملفقة. آخر تهمة اللي يعاني منها زميلنا وصديقنا الصحفي عدلان من ناحية تهمة التجمهر غير المسلح. احنا ماناش تاع ناس تاع فوضى، احنا ناس تطالب بالحقوق المهنية تاعها، احنا الناس تريد إعادة قطاع الإعلام إلى طريقه الصحيح. نريد حقنا في هذه البلاد كصحفيين، نريد حقنا في هذه البلاد كمواطنين. استهداف الصحافة هو استهداف للحريات العامة للمواطنين. استهداف الصحافة خطر على مستقبل البلاد. استهداف الصحافة وسجن الصحفيين خطر على الأجيال القادمة. بركات من الحقرة، بركات من الدل، بركات من الإهانة، بركات من الاعتقالات، بركات من السجون. شبعنا منذ في العشرية السوداء كنا نتقبلوا أنه نسمعوا صحفي توفى، كنا نسمعوا أنه صحفي خطفوه، كنا نتقبلوا لأنه الأزمة الأمنية عشنا فيها كامل ومستنا جميع. لكن مش من المقبول والمعقول أنه جابوا لنا ما يسمى بالمصالحة وتغنوا علينا بالاستقرار والأمن، لكن في مقابل ذلك اللي واجهناه هي السلطة في حد ذاتها. احنا رافضين لهذا الشيء. احنا نريد أن نضع اليد في اليد اليوم كصحفيين باختلاف التوجهات تاعنا وباختلاف الإيديولوجيات وباختلاف حتى ألسنتنا الناطقة بالعربية أو الأمازيغية أو الفرنسية، أن نقف وقفة يد واحدة باش نعبروا على الخطر اللي نعيشوه حقيقة في 2018. على بالكم جميعا أنه 6 صحفيين راحوا للسجن، دخلوا في إضراب مفتوح على الطعام، عانوا الويلات، ما استفادوش من حقهم حتى خلال الوقف تحت الناظر لاغاردافي. ما داوش حقهم، ما خلاوش لي زافوكات يتلاقاو بهم، شهروا بهم، حتى وهما داخلين السجن صوروهم، ما احترموش قرينة البراءة، داسوا على القانون، داسوا على الدستور. جا الوقت نقولوا بركات بركات بركات. سقوط الصحافة هي سقوط الجزائر بأكملها. سقوط الصحافة هي سقوط لجميع الحريات وجميع ما تنص عليه المواثيق الدولية اللي سطرت عليها الجزائر. حريتنا اليوم في خطر، كلنا مهددون، كبير وصغير، سواء من الجيل تاع الأمس ولا الجيل تاع اليوم الشباب، وخاصة هم صحفيين عاملين في المواقع الإلكترونية اللي ما عندهاش حماية قانونية. النصوص مازال ما خرجتش، ولهذا احنا رافضين أن نتحملوا إخفاقات السلطة السياسية بشكل عام، ورافضين أن نتحملوا إخفاقات وزارة الاتصال من ناحية التشريع وتقنين هذا القطاع الإلكتروني في الإعلام. ما نتحملوش مسؤولية الفشل نتاعكم، تتحملوه انتم وحدكم. احنا مهنيين، كنا في الصحافة المكتوبة، عشنا المرار، رحنا للصحافة السمعية البصرية، القنوات تبلعت والعائلات تشردت، رحنا الصحافة الإلكترونية نشوفوا الزملاء تاعنا في السجون. بزاف وبركات عليكم.
هذه الرساله اللي حابين نوصلوها اليوم. عندنا صحفي راح يموت في السجن، عندنا محمد طماط توفى وحتى واحد ما تكلم، وكانه مانيش عارف واش ما نسميش. خايفين على اخونا عدلان الملاح انه يلقى نفس مصير محمد طماط رحمه الله عليه. عدلان الملاح تعرض لعقوبه سياسيه بامتياز، طريقه اعتقاله، طريقه سجنه، انتهاك حقه في المرافعه، وكل ما حدث له امر خطير. انا متخوف انا في يوم من الايام ربما يحصل لي انا ويحصل لزميل اخر. في صحفيين ممنوعين من السفر، الصحافه ليست ارهاب. في صحفيين موضوعين تحت الرقابه القضائيه، ملف كمال بوشي سيغلق، والملف نتاعهم تاع الصحفيين يتكلموا على هذا الملف مازال ما تغلقش. 6 اشهر او 7 اشهر تحت الرقابه القضائيه، كل 3 يروحوا سيريو. ممنوعين من السفر. الصحفي اللي معايا خلاه بن حده عنده الوالد تاعو مريض في باريس، ما قدرش يروح يشوفه، رايح يتوفى ما يشوفوش لانه ممنوع من السفر. عبدو سمار كان من المفروض يجي يحضر معنا اليوم، ما قدرش لانه مهدد، في اي لحظه يقدر يعاود يرجع للسجن. مروان بودياب راكم سمعتوا التصريح نتاعو في قناه فرنسا 24 واش قال على العداله، واش قال على قطاع الاعلام في الجزائر. الخوف دخل في النفوس، ولا ما اتحدناش انا نتوقع باللي المزيد من السجن الصحفيين في 2019. 2018 ستبقى للاسف الشديد سنه سوداء في تاريخ الصحافه الجزائريه. نشكر السيده المحاميه زبيده عسوني، وقفت الى جنب الصحفيين متطوعه، ومن خلالها نحيي جميع المحامين المتطوعين في الوقوف الى جانب الصحفيين في ازمتهم تاع 2018، وما زال ازمه مستمره، ونحيلها الكلمه باش تتكلم في الجانب القانوني تشوفها مناسب. شكرا. السلام عليكم أعزائي الفلاون. احنا اليوم كي جينا في هذه الوقفة، هي كما قال سعيد بدور وقفة رمزية. وعلاه وقفة رمزية؟ لأنه اللي تعرض له اليوم عدلان الملاح ممكن يكون مصير أي صحفي منكم، أي صحفي جزائري، سواء في السمع البصري، في الصحافة المكتوبة، ولا في الصحافة الإلكترونية. أنا البارح من بين هيئة الدفاع اللي راهي تدافع على الصحفيين منذ البداية، رحنا زرنا المحبوس عدلان الملاح، وحقيقة رانا خايفين عليه، على خاطر في شهر من الإضراب على الطعام راهو ضيع 14 كيلو من الوزن تاعو. البارح شفناه أنا والزميل الأستاذ بوشاشي، وقعدنا معاه تقريبا ساعة، وشفنا باللي حالته راهي تتدهور يوم بعد يوم، ماهوش قادر يوقف، ماهوش قادر يمشي نتيجة الفشل والضعف في الجسد تاعو. لكن الأخطر من ذلك هو أنه ظروف الاحتباس نتاعو ظروف ما تتلائمش مع حقوق الإنسان، لأنه راهو في عزلة أولا، وثانيا راهو في البرد، يعني لا سيلول اللي راهو فيها أني ميم با شوفي. وراكم شفتوا الاوضاع تاع البرد هذه الايام عندنا، لوميديتي، البرد، دونك يلبس بالربعه 5 سراول، 4-5 يعني تريكوات، ومع ذلك يبات وكانه في الماء. يعني الجسم تاعو صبح حقيقه في خطر. شفت حتى الفوق نتاعو، حتى هذاك الجانب تاع عدلان الملاح اللي عنده اموغال قوي ويصمد، لكن البارح كان حقيقه حالته ضعيفه بزاف، وهذا الشيء راه مخوفنا احنا. لكن هو عدلان الملاح حاولنا احنا كهيئه دفاع اننا نقولوا له يوقف الاضراب عن الطعام، ولكن عدلان الملاح واش كان الجواب تاعو الى غايه الامس؟ يقولنا يا اساتذه أنا حسيت روحي كمواطن جزائري باللي ما تعطاليش حقي في معادلة حاكمة. أنا مانيش نطالب بامتياز تاع جوريديكسيون، مانيش نطالب بحاجة اللي ما يعطيها ليش القانون، لكن أنا كمواطن جزائري ما تعطاليش الحق أنني نتحاكم محاكمة عادلة، والدفاع تاعي يتمكن أنه يدافع عليا ويتكلم على كل ملف وخلفيات هذا الملف. إذا احنا هذا الشيء اللي راهو يخلينا اليوم نقدموا مرة أخرى نداء. احنا نشوفوا اليوم بلادنا راهي مع الأسف في تراجع في الحريات، ماهيش فقط في حرية الصحافة، الحريات ككل، حرية التعبير، حرية التجمهر السلمي اللي هو مكرس في المادة 49 من الدستور في التعديل الأخير تاع 2016. أيضا الصحافة في المادة 50 راهي الدستور واضح يقول يمنع أنه يسجن أي صحفي بأي سبب كان، لأنه كل جرائم الصحافة لا تعتبر جرائم
يمكن معاقبتها بعقوبة سالبة للحرية، لا يمكن أنك تحط صحفي في السجن لأي سبب من الأسباب. وهذا هو اليوم اللي راهو خلانا احنا كمحامين ندافع على حقوق الإنسان وندافع على الحريات، أننا نقف إلى جانب كل الصحفيين باش ندافع على حرية الصحافة، لأنه حرية الصحافة هي مكسب. حرية الصحافة ما جاتش هكا، صحفيين ماتوا، صحفيين في العشرية تاع الإرهاب، صحفيين ماتوا بالعشرات. وهذا الصحفيين اليوم احنا عندنا مسؤولية باش نكملوا نقولوا باللي حرية الصحافة هذه مكسب عظيم للجزائر مش للصحفيين، لأنه اليوم كي تقتل حرية الصحافة راك قتلت قلب المجتمع ونبض المجتمع، على خاطر الصحفي هو اللي يضمن أنك تتكلم وتدين بكل أشكال الفساد وتدين بكل الأشكال تاع التسيب اللي راهي موجودة في بلادنا، وتتكلم على الحقرة اللي راهو عايشها المواطن الجزائري، وتتكلم على تعسف تاع مصالح الأمن اللي صبحوا اليوم يعني يمنعوا ويقمعوا كل مواطن جزائري يحب يخرج بطريقة سلمية وبطريقة حضارية باش يعبر على رأي سياسي، وهذا من حقه. هذه المسائل راهم يقولوا لنا السلطة تتغنى بالديمقراطية وتتغنى بالتعددية، لكن بمجرد ما إنسان أي شخص صحفي ولا سياسي ولا ناشط حقوقي ولا حتى مدون مواطن بسيط يعبر على رأيه ورأي يخالف رأي السلطة، نلقاو القمع هو اللي راهو يستنى فينا. وراكم شفتوا القمع راهو يتزايد، وعلى هذا احنا درنا الوقفة اليوم باش نقولوا آلت لازم نحافظوا على حرية الصحافة، لأنها مكسب دستوري، مكسب قانوني جاء بنضالات كل الصحفيين اللي ماتوا واللي ما زالوا حيين راهم يناضلوا من أجل حرية الصحافة. واليوم ما نجمش نسمحوا للنظام أنه يقمع الصحفيين أو يسجن الصحفيين، وليكن سجن الصحفيين مثل عدلان ملاح اليوم هو آخر صحفي يدخل للسجن. هذا هو اللي لازم ندافعوا من أجله كمواطنين أولا وقبل كل شيء، ولكن كسياسيين كناشطين كمجتمع حي ما نقبلوش أنه الصحفي يزيد يدخل الحبس لأي سبب كان. هذا الشيء راهو مكرسوا الدستور، وإحنا رانا نطالبوا بحقوق كرسها الدستور الجزائري. هذه السلطة اللي تدير حقوق في الدستور ومن بعد هي اللي تعفس على الدستور وما تحترمش الدستور. اليوم عدلان ملاح راهو في خطر، وعلى هذا نقولوا باللي لازم الكل نوقفوا كرجل واحد وكمرأة واحدة اليوم باش ندوا بكل الاعتداءات على الصحفيين أو سجن الصحفيين، وكذلك ندافع على كل الحريات نتاع كل المواطنين تاعنا الجزائريين أينما كانوا وحيثما وجدوا، اللي يخرجوا باش يعبروا على رأيهم ويرفضوا سياسة الأمر الواقع، ويرفضوا هذا النظام اللي ما يحبش يسمع للشعب. أنا عمري ما شفت نظام في دولة اللي المواطن في اتجاه والسلطة في اتجاه ويرفض يقول لك أنا نكمل. يسمى هذه السلطة راهي قاعدة تقولنا باللي الشعب الجزائري هو اللي مش مليح والسلطة مليحة. ملا جماعة الخير نطيشوا الشعب الجزائري كامل نهزوه نلوحوه في البحر باش السلطة هذه تكون مليحة، باسكو فيزيبلومون الشعب مش مليح. إذن احنا اليوم لازم نقولوا باللي السلطة راهي الجزائر اليوم سمعتها صبحت في الحضيض نتيجة ممارسات السلطة. اليوم راكم في البرلمان الأوروبي في كل دول العالم في كل الجمعيات الحقوقية راهي ترتب الجزائر في أواخر الدول من حيث حرية الصحافة، من حيث الحريات بصفة عامة في بلادنا، وهذا شيء خطير وهذا شيء نتأسفوا له، على خاطر احنا نحبوا الخير لبلادنا ونحبوا بلادنا تكون في المراتب الأولى في الحفاظ على الحريات وحرية الصحافة خاصة. وعلى هذا نقول باللي المتسبب في هذه الأوضاع وفي تدني سمعة الجزائر على المستوى العالمي هي السلطة وليست الصحافة وليسوا النشطاء وليست المعارضة في الجزائر. بالعكس نحن نحاول أن نرجع للجزائر سي لاتر دو نوبلاس، نحب نرجعوا الجزائر لا فيغتي ديتر الجيريان، وهذه لا فيغتي لازم نتمسكوا بالحريات وندافعوا عن الحريات وندافعوا بالطرق القانونية كما راكم تشوفوا. احنا ندافعوا بالقانون بالدستور بكل المسائل اللي اعطاها لنا القانون الجزائري، ولكن في المقابل نلقاو سلطة متعنتة، سلطة تستعمل القمع، تستعمل الحبس، تستعمل الأمن باش تقمع الجزائريين اللي يعبروا على رايهم. على هذا نتمناو أنه
المحاكمة تاع عدلان ملاح أمام مجلس قضاء الجزائر تكون محاكمة هادئة، يكون ان بروسي ايكيتابل وان بروسي سوغان. نتمنوا أنه العدالة تكون سوغان وتتكلم فقط في الملف وتضمن لعدلان ملاح وأصدقائه المتهمين معه في هذه القضية واللي ما همش في الحبس. وهنا تشوفوا باللي عدلان ملاح مقصود بالذات لأنه هو الوحيد اللي راهو في الحبس اليوم وهو الوحيد اللي راهو يعاني. وعلى هذا احنا نقولوا لازم العدالة تكون سوغان، والعدالة لازم تفصل بما هو موجود في الملف وتطبق قوانين الجمهورية. وهذا الشيء اللي راح ندافع عليه احنا كهيئة دفاع. نهار 23 ان شاء الله لازم نهار 23 تكونوا موجودين بقوة باش نوريو للنظام باللي ما راناش خايفين، على خاطر ما راناش نديروا في حاجة اللي نحشموا بها. احنا رانا نتمسكوا بحقوقنا الموجودة في الدستور ونتمسكوا بحقوقنا الموجودة في قوانين الجمهورية ونتمسكوا بأننا ندافع على كل شخص مظلوم ومقهور وكل شخص لم يمكن من الدفاع على حقوقه الدستورية. إذا نتلاقاو يوم 23 بإذن الله. شكرا. اولا انا نشكركم كامل على الوقفه التضامنيه هذه اللي اكيد لو سمع بها عدلان راح يكون فرحان، لانه هذه هي كانت رسالته، ان نكونوا اليد في اليد ونعرفوا حقوقنا المشروعه في هذه البلاد. اخر مره زرت فيها عدلان حسيت بالخطر الذي يعاني منه زوجي، لذلك طالبته بالتوقف عن الإضراب، لكن الوقت اللي كنت حنقنعه هو قنعني، قال أنه إضرابه لا راح يتواصل رغم جدولة المحاكمة يوم 23، إلا أنه يطالب بالمحاكمة العادلة وإعطائه الحق المشروع، وأيضا يريدها فقط أن يكون له الحق المشروع في هيئة دفاعه وفي كل شيء. شكرا لكم على التضامن تاعكم اليوم مع زوجي، ونشكر بالمناسبة هيئة الدفاع اللي راهي واقفة مع عدلان ملاح، الإخوة المتضامنين، خويا سعيد بودور، كامل الناس اللي حاضرة اليوم، وإن شاء الله يوم 23 تكون محاكمة عادلة ونفرحوا كامل. شكرا لكم. هلا بنحدث لو صراحه في 4 جوان تاريخ 4 جوان 18 وممنوع من السفر. ذنبه الوحيد انه كتب موضوع استقصائي حول حجز 701 كيلوغرام من الكوكايين تاع مدينه Ça fait maintenant 8 mois, presque 9 mois que je suis sous contrôle judiciaire, interdit de quitter le territoire national. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que j'ai écrit un article. J'ai écrit. J'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai écrit. كتبت مقال صحفي، كتبت كتابة. On n'a pas fait de mal, je pense. On a fait un travail journalistique. Et si vous allez voir, pour ne pas entrer dans les détails de l'enquête, si vous allez voir les articles qu'on a écrits, c'est des articles d'enquête, c'est des informations, c'est des analyses que tout le monde fait d'ailleurs. Et reste un journaliste, chaque mardi, كل ثلاثاء نروح للتريبيونال باش نسينيي بور سينيي، نخلي لا ريداكسيون نروح باش نسينيي. سي فريمون غراف، سي اون اتان. كونسيرنون عدلان ملاح، انا خدمت معاه في جوان كي بديت نخدم معاه في فيفري، قال لي راح نديروا دي سيت الكترونيك استقصائيين في لونكيت. وصافي كاسكين ما دي، قال لي ما تخافش، ما راحش ندخلوا للحبس، حنا نثقوا في العداله والدستور يحمينا، معليش نديروا استقصاء ونديروا صحافه بروفيسيونيل وما ندخلوش للحبس. علاش؟ باسكو الدستور يحمينا. علاش؟ باسكو القانون يحمينا. معليش يتابعونا، معليش يديروا تكذيب، الا غلطنا رانا هنا، معليش، بصح ما ندخلوش للحبس. C'était son message, mais finalement, ce que je souhaite, c'est qu'au moins, les 4 jours, l'affaire taille, parce qu'on est مع عدلان ملاح dans la première affaire, l'affaire تاع البوشي خلاص راه بريسك راهي l'affaire est conclue. Or que خلاف بن حدا et عدلان ملاح sont toujours عدلان ملاح il est en prison. Moi je suis sous contrôle judiciaire تحت رقابة قضائية وممنوع من السفر 6 mois 6 أشهر. يعني هذا علاش؟ باسكو كتبت مقال، كتبت كتابة عيب. كاع وقت هاد لي بو الله عبد الكريم زغيلش، سي ان جورناليست فاتح اذاعه في 2000. Moi, je ne vais pas trop tarder parce que déjà je crois qu'on a trop parlé jusqu'à maintenant. Je veux juste signaler le point que ce qui est arrivé peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Il faut imaginer,
tu sors de chez toi pour partir acheter des cigarettes à 20 mètres تلقى روحك في الحبس. تخرج من دارك رايح تشري الدخان وترجع في الطريق في هذوك لي 20 متر تلقى روحك في الحبس. Il faut imaginer هاد la situation. Il faut imaginer que ça peut arriver à n'importe quelle personne d'entre nous. C'est tout. Merci. Libéré. عدلا ليبيري عدلا حرية 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 عدلا. صحافة في خطر. لا بريس En danger. 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 صحافة في خطر. En danger. في خطر. لا بريس في خطر. يا كوميونيتي مدوا لها طرش الميكرو. ميكرو الأميرة بوراوي. أنا لا غير كرسون شاف. عدلا الملاح كاين الكثير من الجزائريين يقول لك ما نساندوش لانه ساند العهده الرابعه ولكنه كان ضد العهده الخامسه. نحن كمناضلين الذين كانوا ضد العهده الرابعه ماشي على خاطر عدلا الملاح كان مع العهده الرابعه انه ما نساندوش اليوم، لان نحن لا نساند شخص او اشخاص، نحن نساند قضيه حريه. عدلا الملاح بريء ما عنده ما يدير في الحبس ولازم يخرجوه وفقط. اولا